أقول لكم خبر قريته في أحد الصحف. واحد سعودي جاء المحامي، تو الخبر قريته من شوي قلت بقوله لكم الآن. جاء المحامي قال له شوف لي حل. قال له شو مشكلتك؟ قال له أنا تزوجت من واحدة أجنبية برا المملكة وتردد عليها سنوات. حلو حلو، شلون يا ابن الحلال تعرفت عليها وكذا؟ قال والله أبد، تعرفت عليها وقالت لي هذا خالي اخطبني منه، ورحت تقدمت لها عند خالها وخالها رحب وتزوجتها وأنجبت منها الآن طفلين. تمام تمام، زي ايش مشكلتك؟ قال له يا طويل العمر والسلامة، يقول المحامي آخر سفرة انصدم صدمة. يقول وانا طالع من عندها شافتني جارتها، جارة زوجته الأجنبية، قالت له انت الحين زوج هذه؟ قال لها اي زوجها. قالت له شلون تزوجتها؟ قال خطبتها من خالها. قالت من خالها؟ تسأله من هو خالها؟ قال خالها فلان. قال تدري ان فلان هذا اللي تقول لك خالها اصلا هو زوجها، لا هو خالها ولا شيء، هو زوجها. صدم ذاك، قالت له تبي ازيك من الشعر بيت، اصلا هي متزوجه واحد سعودي ثاني غيرك اخر. زين والطفلين من عياله. شاب ذاك ما صدق، زي اللي ما صدق راح مسك ذيك الاجنبيه، تعالي وصج الكلام وكذا. قالت له ايه صدق وانا متزوجه وكذا، وش بتسوي يعني؟ وخذت منه فلوس، يعد الفلوس المبالغ اللي كلت من. قال بسوي وبسوي. قالت له شوف يا حبيبي، هي وزوجها اللي قالت لنا خالها احنا مصورينك في غرفة النوم وعندنا لك تصوير فاضح لكل شيء. طبعا هو الآن يقول للمحامي، يقول أنا والله لا هموني الآن الطفلين ولا هموني الفلوس ولا شيء يا رجال، ما أبي إلا ستيرة، ما أبي إلا أن الله يستر علي، مصورينه من هالتصوير الفاضح هذا أكثر شيء أثر عليه فضلا عن بقية المصاوب اللي سووها ويعني انكبوا عفشة فيه. الأهم من كذا اللي أختم بالقصة طبعا أو الخبر، أنهم ما زالوا يطالبونه بفلوس ولا بيفضحونه، بينشرون التصوير إلى الآن يطالبونه بفلوس، وكل ساعة يسحبون يبون فلوس ولا بننشر كذا. فما الحل؟ يقول المحامي